أزمة جديدة بين الصومال والإمارات. السلطات الإماراتية تستنكر مصادرة الصومال لنحو 10 ملايين دولار نقدا كانت محملة بطائرة قادمة من الإمارات، وأبو ظبي تقول إن هذه الأموال كانت مرسلة لدعم الجيش الصومالي. أما مقديشو فتقول إن الرواية الإماراتية غير مقنعة. فما الأسباب الحقيقية وراء تدهور العلاقة بين البلدين؟ تأزمت الحال بين الصومال والإمارات مجددا. ظاهر الأزمة المستجدة احتجاز السلطات الصومالية الأحد الماضي طائرة مدنية خاصة على متنها 47 فردا من القوات الإماراتية، والاستيلاء على مبالغ مالية قالت الإمارات إنها مخصصة لدعم الجيش الصومالي. لكن حقيقة الأمور قد تكون مختلفة، إذ يعود السجال الإماراتي الصومالي إلى شهور سابقة. في العام الماضي رفضت الصومال اتفاقا بين الإمارات وجمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليا على إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن. هذا إضافة إلى ما نقلته صحف صومالية عن رفض مقديشو تقديم الإمارات مبلغ 80 مليون دولار للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مقابل قطع علاقاته بقطر. ويبدو أن العلاقات الصومالية الإماراتية أصيبت بمقتل بعد أن افتتحت تركيا العام الماضي قاعدة عسكرية ضخمة جنوب مقديشو على ساحل المحيط الهندي. حدث ذلك تزامنا مع تطور العلاقات التركية الصومالية التي شهدت توقيع عشرات الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين. إذن فالأزمة بين الصومال والإمارات ليست وليدة اللحظة، لكن في جديدها وفق مقديشو أن الرواية الإماراتية عن المبالغ المالية الإماراتية على متن الطائرة وما قيل عن تخصيصها للجيش الصومالي ليست مقنعة، إذ يتهم مراقبون صوماليون أبو ظبي بمحاولة إيصال المبالغ إلى دولة أرض الصومال في إطار سعيها إلى تقسيم الصومال. انضم إلينا في الاستوديو الدكتور فرح محمد عبد الرحمن الباحث الأكاديمي. أهلا بك دكتور فرح. دكتور فرح، ما هي أسباب تكرار الخلافات بين الصومال والإمارات؟ أهلا وسهلا ربيع. لا يوجد هناك سبب مقنع للاختلاف، إنما هو تدخل سافر وغير مبرر. فما هي الصومال لا تختلف الإمارات أصلا في تاريخها الطويل، هي دولة شقيقة، لكن الدولة الإماراتية هي التي تتدخل بشؤون الصومال، بأمنها، بسيادتها، بأرضها، بكل معاني وبكل مقاييس. كيف؟ أولا أنه هذا الخلاف ليس جديدا وليس وليد اليوم. بدأ منذ تقريبا 6 سنوات. الإمارات تدخلت أنه بعض التيارات الإسلامية وقفت وحاربت في داخل الصومال، والشعب الصومالي ما كان يرضاه أبدا، باعتبار أنه شعب مسلم 100% ولا يعرف التسانيف سواء القبلية. القبيلة شيء عندنا شيء طبيعي، لكن الإمارات خلقت جوا طائفيا أو أرادت لكن فشلت. هل كانت تشارك في الحرب كما تقولون، أم أنها كانت تدرب الجيش الصومالي كما تدعي؟ لا تدرب، ولا يوجد إلا ميليشيات تابعة لها، وإن سمحنا له بالتدريب أنها تدربها للتخريب وليس جيشا صوماليا. طيب إذا كان الموضوع منذ 6 سنوات، لماذا تفجر في الآونة الأخيرة بهذه الطريقة، من إيقاف شركة موانئ دبي إلى إيقاف التدريب للجيش إلى مصادرة أموال بالأمس؟ ما الأجندة الحقيقية للإمارات؟ الأجندة الحقيقية أن الإمارات من الواضح جدا أنها لا تريد الدولة الصومالية الوليدة بعد حرب أهلية دامت 27 عاما، أنها لا تريد الإمارات أن تقف الصومال على قدميها وعلى أرضها دولة وطنية ذات سيادة. إنما هي تريد، ونحن لا نعرفها السبب، إنما تريد أن تكون هناك شلل وقبائل متحاربة في الصومال. هذا ما هو الواضح. مصلحتها في ذلك دكتور؟ مصلحتها الأيام ستبدي. إلى الآن برأيكم ما هي المصلحة؟ نحن لا نعرفها ولا نستطيع إلى الآن، لأن دولة الإمارات وعلى رأسها المؤسس رحمة الله عليه الراحل كان دولة شقيقة ودولة قريبة عندنا ودولة لها تاريخ.
لا نعرف ما الذي حدث الدولة في الإمارات بهذا التغيير الجذري، أي العداء الصافر على الصومال، أي بمعنى أنها تتدخل في كل شؤونها بجانب السلبي. لعلمك أن الإمارات لا يوجد أي مشروع يقوم لمصلحة الصومال بأي تحديد حكومية، لا مستشفى ولا طريق ولا مدرسة ولا مصنع ولا أي شيء. هلا نحن نتحدث عن القرن الإفريقي ومصالح الإمارات داخل القرن الإفريقي أم الصومال فقط؟ لا، الصومال هي بوابة القرن الإفريقي وهي الدولة المركزية وهو شعب الوحيد. تذكري أنه لا يمكن أن تصل إلى إثيوبيا ولا إلى دول أخرى إلا من طريق المرور في الصومال. جيد. وشعب الصومالي منبثق ومتشعب في القرن الإفريقي كله، فكل قضية تمس السيادة الصومالية ستمس كل شخص صومالي في القرن الإفريقي. طيب، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يقول أن الإمارات تحاول حل المسألة مع الحكومة الصومالية. هل برأيكم أنه إمكانيات الحل مع الجانب الإماراتي ما تزال قائمة بعد تكرار المشاكل مع الإمارات وبعد الأهداف التي تحدثت عنها؟ هذا الأمر بأيديهم. إذا أرادوا أن يحلوا مشكلتهم فيجب أن يتوقفوا عن التدخل السافر في الصومال. فنحن عندنا لا يوجد أي مشكلة. دولة الصومالي لا تتأخر ولا تطمح أن تتدخل القضية الإماراتية، ولكن لن تسمح، أتوقع أن بعد اليوم لن تسمح ولن تتساهل بأي تعامل كان في الإمارات. شكرا لك دكتور فرح محمد عبد الرحمن، الباحث